السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الثاني من كورس موقع فوتوبيا، النهاردة هنكمل شرح باقي التولز. هنبدأ نفتح نيو بروجكت. احنا آخر حاجة خدناها كانت الاي دروبر، فاحنا نبدأ في اللي بعديها اللي هي السبوت هيلينج برش. دي مسؤولة عن الريتاتش أو إن احنا نشيل جزء من الصورة احنا مش محتاجينه. علشان نفهم ده كويس برضو هنفتح صورة زي كده مثلا. احنا مش محتاجين الحبوب اللي موجودة في الوش دي أو محتاجين إن احنا نشيلها. بكل بساطة نختار الأداة دي ونكبر شوية حجم البرش، وبمجرد ما نضغط ضغطة واحدة هتتشال بمنتهى البساطة. الفكرة إن هي بتحاول تعالج الصورة أو تشيل الجزء ده من غير ما تبوظ معالم الصورة. علشان برضو نفهم ده كويس أكتر، في عندنا صورة تاني. إحنا مثلا مش محتاجين جزء البيت ده، محتاجين نخليه كل ده شجر. بكل بساطة هنعلم على الجزء ده ونسيبه يحمل. اتشال. دي فكرة الأداء، إن هو بيحاول يظبط الصورة ويشيل الجزء اللي أنت مش محتاجه ويعوضه بجزء بديل في الصورة بحيث إن هي تكون منطقية. الأدوات الباقية هي نفس الفكرة، بس بتاخد جزء من الصورة علشان تصلح بيه الجزء التاني. ممكن من حرف الدال والجيم الاختصار في الكيبورد ممكن نكبر البرش أو نصغرها. تمام. بالنسبة للأدوات التانية، تاني أداة بيكون بنحاول إن إحنا ناخد جزء إحنا محتاجينه في الصورة يتبدل بجزء تاني. بمعنى إن إحنا مثلا مش عايزين شوية الحيوانات دي مثلا، هنعلم هنا نفضل دايسين على الألت ونعلم نقول له خد السورس، ده السورس بتاعك اللي إحنا محتاجين ناخد منه وعايزين نشيل الجزء ده. ومجرد ما نعلم عليه هنلاحظ إن هو بياخد الجزء اللي إحنا حددناه وبيعوضه مكان الجزء اللي هنا، بحيث إن هو يشيل برضو من غير ما يبوظ معالم الصورة. ولو في أي حاجة باظت ممكن نعدلها بكل بساطة، مفيش أي مشكلة. بالنسبة للأداة اللي بعد كده ماجيك ريبليس، بس دي للأسف في النسخة البريميوم من البرنامج، فاحنا مش هنقدر نستخدمها. بس نفس الفكرة، إن هو بياخد جزء وبيحاول إن هو يعوضه بمكان تاني في الصورة. الباتش تول برضو بناخد جزء من الصورة وبنحاول إن احنا نعوضه بجزء تاني، بحيث إن احنا لما نحود كده بنقول له إن أنت تاخد الجزء ده وتحطه مكان الجزء ده بالكنترول والدي علشان نشيل السلكشن. غير الجزء ده بالجزء ده. فهو كل الحاجات اللي موجودة عندنا هنا أو كل الأدوات بتحاول إن هي تعمل ريتاتش أو تصلح جزء من الصورة أو تبدله بجزء تاني. الأداة اللي بعد كده اللي هي البرش والبنسل. البرش دي زي ما هي واضحة، اللي هي الفرشة إن احنا نقدر نرسم بيها أي حاجة. من هنا بنختار اللون اللي احنا محتاجينه من الألوان اللي هنا وبنبدأ نرسم بيها في أي حاجة احنا عايزينها. البنسل نفس الحاجة، بس البنسل بيكون حاد أو شارب شوية. بمعنى إن إحنا لو قربنا كده، والاختصار بتاع الزوم تول إن إحنا نفضل دايسين على الألت، نفضل دايسين على البكرة بتاعة الفارة ونتحرك يمين وشمال هيقرب ويبعد. لو إن إحنا عايزين نستخدم الاختصارات عشان تسهل علينا. فده بالنسبة للبرش، وده بالنسبة للبنسل. البنسل بيكون حاد شوية لكن البرش بيكون ناعمة شوية. تمام. الأداة اللي بعد كده اللي هي الكلون، بتعمل نفس فكرة السبوت هيلينج برش، وهي إن إحنا بناخد جزء من الصورة وبنحاول نعوضه بجزء تاني. هنفضل دايسين برضو على الألت ونحدد المكان اللي إحنا عايزينه ونبدأ نرسم هنا بحيث إن إحنا ناخد السورس ونحطه في مكان تاني. نفس الفكرة بس دي من غير ما تعالج. يعني الهيلينج برش بتحاول تعالج، لكن دي بتاخد زي ما هو وبتحطه مكانه مهما كان الشكل من غير ما تعدل فيه أي حاجة. الأداة اللي بعد كده اللي هي الإريزر تول، اللي هي نقدر نمسح بيها، نشيل أي حاجة بس هيظهر الباك جراوند. يعني بنشيل الجزء ده من الصورة خالص، مش بنعوضه مكان حاجة. التانية اللي هي الباك جراوند إريزر، دي بتحاول إن هي تشيل الباك جراوند من غير ما تشيل أي حاجة تانية، وإحنا بنقدر نتحكم فيها من المؤشر ده بحيث إن إحنا نزود قوتها أو نقلله.
بس هي مش أدق حاجة، فمش هنستخدمها كتير. والماجيك برضو نفس الحاجة، إن هي بتحاول تشيل جزء اللي احنا حددناه. يعني احنا مثلا حددنا على السماء، هيحاول يشيل على قد ما يقدر السماء. ممكن نجربها على السماء وهي فاضية أحسن. هيحاول يشيل أكبر جزء ممكن من الحاجة اللي احنا حددناها. هي ممكن تكون كويسة في الصور موحدة اللون، بس برضو مش هيكون أفضل خيار، وبرضو ده إيه، يرجع للتجربة. الأداة اللي بعد كده اللي هي الجريدينت تول، دي بنقدر نعمل بيها جريدينت للتصميم بتاعنا، بحيث إن احنا نضيف أكتر من لون عليها. بمعنى إن احنا لو عملنا نيو لاير، نقدر نسحب كده، هيحط لنا زي تدرج في الألوان. طبعا احنا بنقدر نختار الألوان من هنا، بإن احنا نضغط ضغطتين على ده ونختار اللون، برضو ضغطتين هنا ونختار اللون التاني، وليكن مثلا اللون البرتقالي، بإن احنا نغير الألوان زي ما احنا عايزين. ولو دوسنا على السهم ده، هيجيب لنا أكتر من شكل نقدر نختارهم ونفعلهم على طول. بالنسبة للي بعد كده، هو بيختار هنا الراديال والأنجل والحاجات دي. بنقدر نعدل في الزاوية بتاعة التدرج بتاع الألوان بتاعنا. يعني مثلا لو اخترنا الراديال هيكون شكل دائري، لو اخترنا الأنجل هيكون شكل زي ما هو واضح كده. يعني بنقدر نغير في الشكل زي ما احنا عايزين. اللي بعد كده اللي هي البينت، دي بنقدر ان احنا نغير لون الباك جراوند كلها، او لون اللاير اللي احنا واقفين عليها. بمعنى ان احنا لو دوسنا كده، هيغير كل اللون اللي احنا علمنا عليه للون اللي احنا مختارينه هنا. ولو كانت مثلا الباك جراوند كلها لون واحد، هيغيرها كلها. لو مثلا اجزاء زي كده، هيحاول يغير اكبر قدر ممكن من نفس اللون اللي احنا مختارينه. الأداة اللي بعد كده وهي البلور والشاربن والسمادج. البلور واضحة من اسمها إن إحنا بنعمل بلور أو زي تشويش على الحاجة اللي إحنا محتاجينها. يعني مثلا لو كبرنا البرش شوية وعملنا بلور هنا، هنلاحظ إن هو بيختفي أو بيبقى عليه زي تشويش بالتدريج كده. كل ما نزود، كل ما البلور يزيد. اللي بعدها اللي هي الشاربن، دي العكس من البلور، دي بتوضح أكتر. يعني لو عملنا كده هنلاحظ إن هو بيظهر تفاصيل أكتر، بيخليها واضحة أكتر. بس لو الوضع زاد عن الحد، هنلاحظ إن هي إيه، بقت شاربن أو شكلها صعب شوية، مش مريح للعين. فإحنا نستخدمها بحاجة بسيطة، مش كتير. السمادج تول دي زي بتسحب التصميم أو بتسحب الحاجة اللي إحنا محددينها. يعني لو جينا على الحيوانات اللي هنا وعملنا كده، هنلاقي إن هو إيه، بيسحبهم أو بيمدهم، بحيث إن إحنا إيه، نعمل شكل غريب زي ما هو واضح كده. فدي برضو مش هنستخدمها كتير، وبرضو كله يرجع للتصميم اللي احنا شغالين عليه. الأداة اللي بعد كده وهي الدوج تول. تمام، الدوج تول دي يعني احنا لو جربنا نمشي على التصميم كده، هنلاقي ان هو لون بيفتح شوية. العكس بقى اللي هي البيرن تول، بتغمق اللون شوية. تمام زي كده. السبونج دي من اسمها برضو ان هي زي ما تكون بتنضفه، او اللي هي بتخليه لامع شوية زي ما هو واضح كده. بعد كده التكست تول. التكست تول دي بنستخدمها طبعا علشان نكتب اي تكست او اي كلام احنا عايزينه. بمجرد ما ندوس في اي مكان فاضي، بيبدأ يكتب التكست بتاعنا زي ما احنا عايزين. يعني لو كتبنا مثلا كلمة رحيم، هي باينة بخط صغير شوية، فاحنا ممكن ندوس مرتين عليها بحيث ان احنا نعلم عليها كلها. ومن السايز فوق هنا، زي ما احنا عارفين البانل بتاعتنا، هنكبرها من السايز هنا او من هنا، مفيش اي مشكلة. او نكتب رقم زي ما احنا عايزين، ممكن نفضل ضاغطين على السايز ونسحب، هيكبر معانا. تمام. ده اللون بتاعه على حسب اللون اللي احنا كنا مختارينه هنا. فممكن بكل بساطة نحدده تاني، واللون بتاعه من هنا نغيره زي ما احنا عايزين باللون اسود. تمام. احنا بقى لو عايزين نغير شكل الفونت ده او شكل الكلام، بكل بساطة هنحدده ونروح على اول خانة. هنلاقي خطوط كتير جدا نقدر نستخدمها بكل سهولة.
الشكل اللي يعجبنا بمجرد ما ندوس عليه هيتطبق على الفونت اللي عندنا. احنا بقى لو حابين نحط شكل برضو مميز للفونت نعمل ايه؟ في كلمة الورب دي بتقدر ان هي تحط زي شكل معين للفونت، ان هي مثلا تخليه مايل، تخليه لتحت شوية. يعني هنلاقي ايه، اشكال كتيرة نقدر نغير فيها الفونت، ومن المؤشرات اللي تحت نقدر نعدل في اللي احنا اخترناه. تمام، ده بالنسبة للفونت. بعد كده البين تول. خلينا بس نرجع لللاير الأساسية أو البروجكت الأساسي اللي احنا شغالين عليه. زي ما نلاحظ احنا كل حاجة بنفتحها بتظهر فوق هنا في بروجكت. تمام، فاحنا عايزين نشتغل على أول واحد اللي هو الأساسي، فبكل بساطة نقفل ده ونشتغل على الأساسي بتاعنا. تمام، ادي عندنا البين تول. البين تول دي بتخلينا نقدر نرسم أو نحدد أي شكل احنا محتاجينه. بمعنى ان احنا ممكن لو عايزين بكل بساطة نرسم مثلث، ادي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونوصلهم ببعض. كده احنا رسمنا الشكل ده. ممكن نعمله selection أو shape. selection لو احنا عايزين نختار حاجة معينة من الصورة، نفس فكرة التحديد بالإيه، بالأوبجكت selection أو الماجيك واند أو الكويك أو اللاسو تول، بس بنحددها بالبين تول عشان بيكون حرية أكبر في التعديل، أو لو حاجة مش هنعرف نجيبها برسم حر شوية. تمام، أو نعملها shape بحيث إن احنا نخليها شكل. فنجرب إن احنا نعملها selection. هيقول انت عايز تاخده replace ولا unite ولا تحوشه من التصميم ولا ايه بالظبط. احنا هنخليه replace، هنلاقيه عمل selection. هنعمل كنترول وزد علشان نرجع للباس بتاعنا. ولو اخترنا الشيب هيقول انت محتاج لون الشيب ايه، فخليه مثلا هو نفس اللون ده. هنلاقي ان هو عمله ايه، شيب باللون اللي احنا اخترناه ده، ونقدر نستخدمه في التصميم. بالنسبة لباقي الحاجات الموجودة في البن تول، نفس الحاجات بس بيدينا حرية أكبر. يعني مثلا في البين تول احنا ممكن نعملها خط مستقيم. ممكن لو ضغطنا وفضلنا دايسين من غير ما نسيب وسحبنا نقدر نعمل انحناء للخط. تمام، ونفضل مكملين على كده. بس لو لاحظنا ان احنا لما نيجي نعمل نقطة تاني بيعمل انحناء لوحده من غير ما احنا نعمل. لو احنا مش عايزين الكلام ده، بكل بساطة بنفضل دايسين على الالت وندوس على آخر نقطة إحنا كنا شغالين عليها، هنلاقي شال الخط التاني، فنقدر نعمل خط جديد مستقيم بكل بساطة، مفيش أي مشكلة. عشان نشيل الباص اللي إحنا عملناه ده بكل بساطة ندوس كليك يمين وريموف باص. تمام، اللي بعد كده اللي هي الفري بن، بدل ما نقعد نعمل خطوط كده بنقدر نرسم رسم حر وهو بيعمل الشكل اوتوماتيك. وعلشان نشيل الباس ده كالعادة نعمل كليك يمين وريموف. تمام، اللي بعد كده في اللي هي الكيرف. تمام، بتخلي الباس نفسه عنده كيرف، بمعنى ان احنا بمجرد ما نحدد كده ونيجي نعمل واحد جديد هنلاقي ان هو ايه، واخد كيرف لوحده من غير ما احنا نلعب فيه. فممكن يكون استخدامه مش كتير قوي، لان احنا ممكن نعمل كده بالبن العادي من غير اي مشكلة. بالنسبة اللي بعد كده ان احنا نقدر نضيف انكور بوينت، بمعنى ان احنا بنقدر نتحكم في الباص من دولة. تمام، ان احنا نحركه او نزود الانحناء بتاعه من خلال الحتة دي. دي بقى بتخلينا ان احنا نقدر نضيف مكان تاني نحدد منه، بمعنى ان احنا نضيف واحدة هنا ونتحكم فيها. واللي بعد كده بتقدر تخلينا ان احنا نشيل واحدة بحيث ان احنا نتحكم في عدد اقل. واللي بعد كده بتخلينا نقدر ان احنا نتحكم في الانكور بوينت نفسها لو احنا سيبنا الباص، بمعنى ان احنا لو اخترنا دي هنلاقي النقطة اللي عليه اتشالت. ده بيخلينا ان احنا نقدر نتحكم فيها حتى وهي ايه، مش موجودة. تمام، اللي بعد كده ده برضو بيتحكم في الباص اللي احنا عملناه، ان احنا نقدر نحركه من مكانه ككل. واللي بعد كده اللي هي الدايركت بنقدر نتحكم في كل انكور بوينت لوحدها، نفس فكرة الايه، convert point. تمام، هنشيل الباص ده. اللي بعدها اللي هي الشيب. تمام،
الشيب ده عبارة إن هو بيعمل لنا شيب، مجرد بس شكل بنقدر نحطه في التصميم، ومن النقط اللي على الجنب دي بنقدر نتحكم في الحجم بتاعه، ومن النقط اللي جوه بنقدر إن إحنا نخليه واخد كيرف لجوه شوية، بحيث إن إحنا إيه نغير في شكله. تمام. بالنسبة للإعدادات اللي موجودة فوق بنقدر إن إحنا نغير في اللون بتاعه، ونغير في الستروك اللي هو بيخلي ليه حواف، أو بمعنى صح ظل منبر أو لون تاني منبر، بمعنى إن إحنا لو خلينا لونه أسود وزودنا الستروك شوية بيبقى إيه في حواليه كده زي إيه خط تاني كده باللون اللي إحنا اخترناه. ومن هنا بنقدر نحدد الشكل بتاع الستروك بتاعه، نخليه من جوه أو نخليه على الخط بالظبط أو من بره. وبنقدر إن إحنا نعدل في شكل الحواف بتاعته من هنا إذا كانت حادة أو ناعمة، أو شكله إذا كان خطوط ولا خط مستقيم. ده بالنسبة إيه للشيب. اللي بعديه برضو نفس الحاجة، بيكون عبارة عن شيب بس بنغير في الشكل بتاعه، وبحيث إن إحنا لو عايزين نعمل شيب يكون شكل يعني ثابت، أو بمعنى صح إن هو الزوايا بتاعته تكون متساوية، بنقدر إن إحنا نعمل الشكل ونضغط على شيفت. طول ما إحنا ضاغطين على شيفت هيبقى إيه بيعملوا بزوايا ثابتة أو بأبعاد متناسبة. اللي بعد كده بيكون عبارة عن خط مفهوش أي مشاكل، بنقدر برضه إن إحنا نضيفه للتصميم. اللي بعد كده بيكون الشكل ده اللي هو الثلاثي، ونقدر نغير في العدد بتاعه، نخليه زي ما إحنا عايزين من هنا، بحيث إن إحنا إيه نقدر نغير في الأشكال بتاعته. آخر واحدة بقى بيقدر يدينا كاستم شيب، أو بمعنى صح إن إحنا بيدينا أشكال كتير مختلفة نقدر نختار بينها. وفي حاجات برضو أنت تقدر تضيفها خارجية زي كده، بيكون في أشكال كتير جدا، ومنها حاجات للسوشيال ميديا بنقدر إن احنا نضيفها للتصميم، بحيث إن احنا نخلي شكل التصميم أحسن. يعني لو اخترنا أي واحدة وعملنا كده هنلاقيه اتضاف بالإيه إعدادات اللي احنا اخترناها. نشيل بس الستروك علشان يبان معنا الشكل بكل بساطة، يعمل نيو لاير بالشكل اللي احنا عملناه. الهاند تول دي علشان نقدر نتحكم في مكان التصميم فين بالظبط، مش اللاير او الحاجة اللي احنا شغالين عليها. ده بيتحكم في البروجكت كله، إن احنا نغير مكانه، بحيث ان احنا لو شغالين على بروجكت كبير او عاملين زوم نقدر نتحكم فيه. ده برضه نقدر نتحكم فيه من البكرة بتاعة الماوس، ان احنا نفضل ضاغطين عليها ونتحرك. يعني لو اخترنا الموف تول نقدر نضغط كده ونتحرك بكل أريحية، مفيش مشكلة. مجرد ما نسيب بيثبت تاني. قلنا عشان نعمل زوم إن وزوم أوت بنفضل دايسين على الألت ونفس الزرار بتاع الماوس، ونقرب ونبعد كده يمين وشمال. دي الاختصارات هتسهل علينا الشغل جدا. ودي كانت آخر تول معانا في الدرس النهاردة. والدرس الجاي إن شاء الله هشرح لكم حاجات تانية خاصة بالموقع، وإزاي نقدر نستفيد منها في عمل تصميم كويس أو نعدل منه على صور. وإن شاء الله في فيديوهات بعد كده هشرح لكم تريكات وحاجات في الموقع، بحيث إن احنا نظبط الصور بشكل أفضل. أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا السبسكرايب علشان تدعموني وأكمل في السلسلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.